بسم الله الرحمن الرحيم. من اليوم 22/9/2025 من مدينة السخنة، جمهورية مصر العربية. طبعا معظم الناس وبشوفها في تعليقات وعلى الانترنت اتكلموا على الجهنمية، البوجنفيليا، وعلى الياسمين او الفل. الياسمين والفل الاتنين سيان نفس المعاملات. هذا حوض كله فل اهوت، تمام. وادي الجهنمية طبعا بتشرب مية معالجة، يعني ما اعتبرش فيه نوع من الاهتمام، احنا بنسميداش اطلاقا، تمام. كل على ده يعتبر اتربة، يعني ما فيش واضح نقص عناصر او اصابة خفيفة من عنكبوت، لكن هو في حالة جيدة جدا. يعني ده لو تم غسيله وخد بس سماد حديد بسيط، ومش يعني ما يعتبرش محتاج برضه، بس لو خد الورقة هتتحول للون الازرق، تمام. وما شاء الله عايشة. هو الجهنمية دي، النباتات دي مش بتحتاج اعتناء كتير، بالذات الجهنمية، ولكن عشان تحاول تحافظ على الإزهار فيها دايما بنتكلم في نقطة العطش. لو انت من دولة زي الدول العربية درجة الحرارة فيها عالية جدا، هي بتحب درجة الحرارة العالية، يبقى إذن الري بالانتظام، بانتظام، لا تغرق ولا تعطش عطش الموت. ما في درجة عطش اسمها الذبول الدائم والذبول المؤقت. أنا لا عاوز أوصل للذبول الدائم ولا عاوز أوصل للمؤقت. الدائم ده اللي هو النبات يحصل له عملية ذبول ومهما تسقي فيه ما يرجعش تاني، والمؤقت ان هو النبات تسقيه يرجع تاني. انا مش عايز اوصل للنقطتين دول، انا عايز اكون اروي على مسافات واحدة ومواعيد واحدة سبب، بتتقارب في الصيف وتتباعد في الشتاء. لو مشيت على النظام ده انت اللي بتعرف. يعني انا مش عايز اديك ميعاد محدد، انت بتمسك التربة في حاجة اسمها الساعة الحقلية للتربة. لو انا مسكت التربة كده اهي مروية، وعملت التربة بايدي كده، والتربة مسكت في بعضها وما سابتش ومش لينة، هي دي افضل حاجة تكون التربة فيه. لو مسكت التربة، تراب التربة زي التراب الناشف ده، وعملته كده واتفتفت كده، التربة محتاجة ايه؟ تتروى. اما لو التربة ماسكة نفسها زي كده، لا، التربة ماسكة نفسها زي كده، واعمل كده والتربة ماسكة زي كده، اسف، من حتة من تحت النبات اهي كده، التربة في احسن حالات. لو التربة متفككة وسايبة، اروي، تمام. يفضل عدم رش النباتات في اوقات الحرارة العالية وفي المناطق العالية. عايز ترش نباتاتك وتحافظ على نباتاتك، رشها في الليل او الصبح بدري، ويفضل الصبح بدري عشان